الزمالك بيقدر يفوز على الاسماعيلي 3-1 في مباراه، خلينا نكون متفقين كانت من طرف واحد، وده بسبب خطا ميدو في خطه اللعب من بدايه المباراه او حتى في اول مباراه ليه مع النادي الاسماعيلي. ويمكن ده موضوع الفيديو اللي انا حابب ان انا اتكلم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم على صفحتكم خالد خليل على اليوتيوب. قلت نادي الاسماعيلي بيخسر 3-1 من نادي الزمالك، مباراه زي ما قلت من طرف واحد، لكن او النقطه اللي انا حابب اشرحها في الفيديو ده هو نقطه النادي الاسماعيلي وميدو. والفكره هنا مش في نادي الاسماعيلي، انا هتكلم في العموم. خلونا نكون متفقين ان انت نادي الاسماعيلي وضعك دلوقتي سيء في الدوري جدا، وانت عارف ان الفريق غير مكتمل بشكل كبير جدا، واغلب اللعيبه مش في حالتهم. ففكره ان انت كميدو تيجي من اول يوم عايز تطبق كره نادي الاسماعيلي، الكره الهجوميه والكره الممتعه واللعب المفتوح و الى غيره، انت ما عندكش الماتيريال، ومع اللعيبه ما عندهاش الامكانيات ان هي تطبق ده، ورايح تطبقه قدام مين؟ قدام نادي الزمالك. نادي الزمالك من اكتر الفرق اللي لو سبت لها مساحات بيدخل فيك عدد اهداف كبير جدا. وشوف مثلا مباراه، الفرق ما بين مباراه حرس الحدود ومباراه المقاولين. فالفكره ان انت المفروض تلعب على قد امكانياتك حتى في البدايه، وطور على مرحله طويله. انت كميدو النهارده كنت المفروض مثلا لو لعبت 3-4-3 او لعبت ب 5-3-2، اي خطه يكون فيها شكل دفاعي افضل لنادي الاسماعيلي عشان تخرج باقل الخسائر، ده كان افضل لك بكتير، حتى يبقى شكلك يكون منظم فعلا على ارض الملعب، افضل من اللي انت كنت فيه النهارده. لكن فكره ان انت عايز من اول يوم تثبت كره الاسماعيلي و الى غيره، انت ممكن يكون فكر مين النهارده ان انا فكره عايز اوري اللعيبه لا كره نادي الاسماعيلي بيبقى شكلها ايه، الكلام ده كله غلط. انت من البدايه المفروض ابتدي الموضوع خطوه خطوه. انت ما انت عايز ترجع نادي الاسماعيلي العهد و الى غيره، لكن الكلام ده يبتدي بالتدريج، بمعنى ان انت كنت زي ما بقول تلعب النهارده بفكره ان انت تامن نفسك دفاعيا، تخرج بالمباراه باقل الخسائر، وانت قدامك فتره طويله حتى نهايه السيزون الاولاني ولحتى نهايه الدوري. ابتدي درب لعيبتك وتعالى، يعني هتقدر تدخل بلعيبتك في الموضوع واحده واحده. شوف نادي، يعني هضرب لكم مثل بنادي مثلا بره، وهضرب لكم مثل بنادي هنا في مصر، وانا بحب فكره الامثله دي عشان بس اوضح للناس. نادي الارسنال مثلا كان في بدايه الدوري بيبتدي الدوري ب 3-4-3، امكانيات لعبته كده. طبعا خطه 4-3-3 افضل هجوميا، لكن انا امكانيات لعبتي في 3-4-3 عشان الاخطاء الدفاعيه اللي كانت سواء من جبريل او صليبه كانت اكتر، فانا بحط وايت جنبهم وزيتشينكو بيلعب مثلا جناح طاير. نادي الارسنال بيبتدي واحده واحده ان هو يعدل الخطه 4-3-3، وده اللي عمله في اول مباراه ليه بعد كاس العالم قدام نيوكاسل. لكن الموضوع جه خطوه خطوه، ما جاش مره واحده. الارسنال نفس نادي الاسماعيلي من الفرق اللي بتحب تلعب كره هجوميه وبتحب تلعب كره مفتوحه والى غيره، لكن ارتيتا الراجل كان عقلاني، ابتدى بالموضوع ستيب باي ستيب او درجه درجه. فهنا في مصر مثلا تشوف نادي زي نادي اسوان بدا الدوري بنتائج سيئه جدا، وبعد كم الصفقات اللي جابها وكانت البدايه ما كانتش كويسه، لكن نادي اسوان قدر ان هو خطوه خطوه، قدر ان هو بيحقق مكسب دلوقتي على النادي المصري وبيقدر يلعب مباريات كتير قويه. فالفكره كلها ان الموضوع انت لازم يبقى عندك خطه والموضوع يمشي واحده واحده. لكن فكره ان انت من البدايه بوم، لا، ما فيش فريق بينجح كده، كل الفرق بتيجي واحده واحده وستيب باي ستيب. لكن وده المفروض يكون ميدو فاهم. وخلونا نروح لنادي الزمالك. نادي الزمالك بيثبت فعلا تفوق، ونادي الزمالك النهارده بيقدم مباراه كويسه جدا، سيطره كامله على ارض الملعب، مجهود كويس ومجهود بدني كويس. كتير من اللعيبه كلها بيثبت ان نادي الزمالك فعلا موجود في المنافسه، وانه عايز يحافظ على الدوري للسنه الثالثه على التوالي. ويمكن النهارده وجود دونجا في نص الملعب، شكل نص الملعب بدونجا والسيسي وامام عاشور افضل بكتير. ويمكن كمان امام عاشور كان بيهرب كتير على الطرف غير، انا بشوفه مميز في الفكره دي، وحاجه مميزه في لاعب خط الوسط ان هو بيقدر في وقت من الاوقات ان هو يهرب على الطرف، فبيديك حلول اكتر، بيقدر ان هو يعني يزودك هجوميا اكتر. فدي ميزه كويسه من امام عاشور، واللي اداله الامان النهارده زي ما بقول وجود دونجا والسيسي في خط الوسط، ادى لامام عاشور او اداله حريه كبيره جدا في التحرك الهجومي. حابب ان انا اشوف الكلام ده بقى من امام عاشور او اشوفه من نادي الزمالك في اكتر من مباراه ثانيه، لان انا بصراحه كنت شايف نادي الاسماعيلي هو اللي مدي حريه لعيبه الزمالك النهارده زياده عن اللزوم. فاتمنى ان احنا ممكن او هنشوف في المباريات اللي جايه هل اللي حصل النهارده من نادي الزمالك هو ده اسلوب لعبه اللي هيكون في المباريات القادمه ولا لا. ده هنشوفه قدام، يعني مدرب يكون منظم اكتر او فرقه تكون منظمه اكتر، هنشوف نادي الزمالك هيقدر يطبق الافكار دي
ولا لا. لو قدر ان هو يطبقها دي حاجه هتكون مميزه جدا لنادي الزمالك سواء في الدوري او في بطوله افريقيا. ما قدرش ان هو ينفذها زي ما حصل في مباراه نادي المقاولين، اظن ان هي هتبقى مشكله لنادي الزمالك بالذات في المباريات الكبرى في دوري ابطال. اتمنى ان يكون شرح المباراه عجبكم، واتمنى ان انتم تشاركوني الافكار في التعليقات، يمكن تكون حاجه غابت عني، واتمنى ان انتم تشاركونا على القناه.